ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض طواجن البشاميل بطريقه حلوه جدا جدا، وحشوه حلوه ولذيذه هتخلي الطعم في حته تانية خالص. كمان البشاميل هقولك على تكايه كده تعمليها تخلي البشاميل يفضل معاكي جوسي، مهما المكرونه بردت او باتت في التلاجة لتاني يوم يفضل معاكي جوسي جدا جدا جدا، وطعمه رايح في حته تانية خالص. اول حاجه عندي اول سر في الاسرار، او مش اسرار هي بس معلومه حلوه، ان انت لما تسلقي المكرونه تسلقيها في ميه وملح، ما تسلقيهاش في ميه بس، علشان المكرونه نفسها تبقى متملحه. لما المكرونه نفسها تبقى متملحه وحقيقه هتديكي طعم حلو. هتسلقيها في ميه وملح، مش هنحط زيت، هنحط ميه وملح بس ونسلقها. تاني حاجه عندي مع اللحمه المفرومه اللي انا هعصقها هحط كام صباع من السجق. بنحط شويه من اللحمه المفرومه وشويه من السجق، طبعا الكميه على قد كميه المكرونه اللي انت هتعمليها وعلى قد الطواجن اللي انت هتعمليها. هنحط كده شويه زيت صغيرين، شايفين الازازه يعني مخرومه كده، يا دوب سرسوب كده نازل، يا دوب كده بندعها تنديعه، لان السجق عندي بينزل كميه دهون كتيره جدا، فمش عايزه الدهون تكتر معايا. هحط بس شويه كده عشان اللحمه بس ما تحمرش معايا بسرعه من غير ماده دهنيه، عشان السجق من ما ينزل الزيت بتاعه، شايفين اهو خد كده دقيقتين 3 من ما ينزل الدهون بتاعته. شوحناهم من غير ما نضيف اي حاجه خالص. السجق مليان بهارات ومليان شطه، فالتتبيل بتاعه حلو جدا. البهارات اللي هنحطها يا دوب هنحطها للبصل وللحمه المفرومه اللي احنا حاطينها بس. بعد ما نشوحهم كده شويه حلو هننزل عليهم بالبصل. الطريقه دي بتفرق جدا جدا، لان اللحمه بتشرب من البصل وميه البصل اللي بتنزل، غير لما نشوح البصل الاول والبصل يتكرمل معانا وبعد كده نحط اللحمه، مش هيشرب من ميه البصل. كل البهارات اللي هحطها هحط شويه كوبيبه صيني وشويه فلفل اسود وشويه ملح بس. عايزه تحطي بهارات بقى تانية حطي، انا عندي السجق متبل حلو جدا وطعمه حلو، يعني مش محتاج اي تتبيل، فهحط يا دوب كده شويه كوبيبه صيني. حابه تحطي قرفه او جنزبيل للحمه المفرومه مفيش اي مشاكل، حطي البهارات اللي انت تحبيها. مش حابه تحطي اي حاجه حطي شويه ملح وفلفل اسود بس وخلاص. هنقلب بقى لحد ما البصل معانا يدبل كده تتبيله خفيفه، وكده يبقى خلاص كده العصاج بتاعنا استوى وبقى حلو. عايزه اقول لكم ان السجق مع اللحمه المفرومه بيدي طعم حلو جدا. عايزه تعمليها حشوه سجق بس مفيش مشاكل، هيبقى الطعم كمان روعه وطعم حلو. نيجي بقى للخطوه المهمه، لخطوه البشاميل. البشاميل اللي عندنا هنحطي مثلا 3 4 معالق كده او 5 من الزيت، تحطي عليهم 3 معالق كبار من الدقيق. تمام. كمية الدقيق تبقى اقل سنة حاجة بسيطة من المادة الدهنية او زي بعض، بس عشان الدقيق معاكي ما يتحروقش حطي المادة الدهنية ازيد شوية. هنحط كده يعني قد ربع كوباية من الزيت وعليهم 3 معالق كبار من الدقيق وهنقلب. تمام. هتقلبي تخلي النار هادية، يعني حاولي النار تبقى وسط كده. تمام. هتسيبي الدقيق شوية، شايفين لما يغلي كده ويدي كده زي فوران شوية يبقى الدقيق معاكي خلاص استوى. هتنزلي بقى عليه باللبن او بالشوربة. انا هنا كان عندي كوبايه لبن حطيتها، وحطيت كوبايه ستانلس كده عندي دي نص لتر، حطيتها وحطيت كمان كوبايه تانية من الكوبايه التانية. انا حطيت تقريبا لتر او لتر وربع من اللبن زائد الشوربه وميه من الحنفيه عاديه خالص. تمام. انا حطيت، بصوا هقول لكم بالتفصيل انا حطيت ايه بالظبط دلوقتي. انا قلبت شويه خلاص هو عندي كده خلاص استوى. هنزل عليه بالكوبايه بتاعه اللبن، طبعا كل الحاجات دي تبقى بارده. انا بس عندي في الكوبايه الستانلس سخنت شويه ميه كده حطيت عليهم مكعب من المرقه، علشان انا ما عنديش شوربه، عندي هي بس كوبايه اللبن وعايزه اعمل شوربه، فهعمل شوربه بمكعب المرقه. حطيت كوبايه اللبن وجبت كوبايه كده ستانلس حطيت فيها شويه ميه ودوبت فيها مكعب مرقه اهي. الكوبايه دي نص لتر والكوبايه الاولانيه 230 تقريبا، 230 مللي. هحط بقى الكوبايه دي كلها، وكمان بعد كده هزود كوبايه من اللي هي البرتقاني دي اللي هي 230 اللي حطيت بيها اللبن. هحط كوبايه تانية، يعني في الاجمالي كله حطيت لتر. آه، او كمان حطيت يعني شويه تاني في الاخر خالص، حطيت شويه تاني عشان كنت عايزاه جوسي خالص. فحطيت بقى يعني تقريبا يعني لتر وحاجه، يعني لتر واقل من الربع شويه كده. طبعا انت بتشوفي
يعني انت عينيكي في البشاميل وشايفه كل اللي بيحصل فيه. هتحسوه ماهي خالص، بس هو لو ما نولع عليه هيتقل ويبقى حلو وقوامه يبقى تقيل شويه. انا كل ده بقلب على البارد. تمام، قلبته خلاص كويس. هسيبه بقى على النار، هولع عليه بقى البوتاجاز وهسيبه كده يغلي عشان القوام بتاعه بقى يتقل، واشوف بقى هيوصل معايا لحد فين. لسه التركايه اللي هتخلي البشاميل يفضل جوسي حتى لتاني يوم وبعد ما يبرد لسه ما قلتلكوش دلوقتي. بصوا انا هنا عاملاه بميه وعاملاه بمرقه يعني، وعايزه اقول لكم طلع طعمه خطير خطير خطير. تخيلوا بقى لو انت عاملاه بلبن هيطلع طعمه كريمي وحلو جدا. حطيت اهو كوبايه تانية. تمام، وحطيت الكوبايه الثالثه حطيتها كلها، وحطيت الكوبايه البرتقاني دي، يبقى كده كوبايتين من البرتقاني يعني كده نص لتر، والكوبايه الثالثه دي نص لتر، يبقى كده انا حطيت لتر كامل. هسيبه بقى يغلي. هنا خلاص هحط بقى البهارات بعد ما يغلي. انا دايما بحط ملح وفلفل وجوز الطيب، رشه كده خفيفه من جوز الطيب. ما عنديش النهارده جوز الطيب، حطيت ملح وفلفل وبس. حابه تحطي توم باودر بصل باودر اللي رايحك، ساعات بحط وساعات لا، يعني بحس ان البشاميل كل ما كان بسيط كل ما كان طعمه حلو. هسيبيه بقى يغلي. بصوا لما غلي مسك نفسه كده وبقى حلو، بس برضو في نفس الوقت جوسي. خطوه بقى التكايه اللي بقول لكم عليها هي البيكنج باودر. البشاميل طبعا ميه ودقيق يعني معجنات، داخل في مرحله المعجنات. هنحط له كده ربع معلقه او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. عايزه اقول لكم الرشه دي بتفرق جدا جدا جدا، يعني لو عملتيها جربيها. وسيبي البشاميل بقى يعني كلي منه وسيبي شوفي الباقي تاني يوم. بصوا بس اهم حاجه ان انت تسيبي البشاميل يهدى شويه. انا سيبته يبرد شويه وبعد كده حطيت البيكنج باودر عشان بس مفعوله ما يروحش معايا وهو البشاميل سخن. فلازم تسيبيه يبرد شويه وبعد كده تحطي له نص المعلقه الصغيره او ربع معلقه من البشاميل. بعد كده حطيت بقى، كان عندي قشطه بلدي حطيتها علشان خاطر انا عاملاه زي ما قلت لكم بشوربه، فكان خفيف جدا. طبعا خفيف، مش خفيف مايس يعني ولا حاجة، ولا قوامه خفيف، لا خفيف يعني مش كريمي او مش دسم كده شوية، فاهمين؟ فانا عايزاه بقى طعمه كريمي، فحطيت له بقى معلقتين قشطه، لان انا عاملاه زي ما قلت لكم مش عاملاه بشوربه ومش عاملاه بلبن كميه لبن حلوه، فعاملاه بمرقه. فعشان بقى اخلي الطعم بتاعه غني فرحت حطيت بقى معلقه القشطه دي اللي عندي في التلاجة. بصوا بقى انا حطيت معلقه كده بشاميل من تحت كده. عادي لو عايزه تستغني عنها مفيش اي مزاج، بس عشان يعني ايه تغرق كده المكرونه من تحت، يبقى تحت صوص ومن فوق صوص كده، الدنيا تحس الدنيا متغرقه. عايزه اقول لكم انا وباكله كان طعمه حلو جدا جدا ومتغرق. طبعا تقدري تقلبي البشاميل في المكرونه زي ما بنعمل عادي، شويه بشاميل كده المكرونه. بس انا هنا الطاجن صغير اصلا، فمجرد ما انا احط معلقتين من فوق هينزلوا اساسا ويغرقوا الدنيا في البشاميل، فبدل ما احط واقلب كده وتبقى الدنيا هيصه، فحطيت كده ايه على طول على طول كده نسهل على نفسنا كده الحاجه. حطيت بقى طبقه مكرونه، حطيت عليها طبقه بشاميل كمان عشان اللحمه المفرومه والسجق يلزقوا لما يتحطوا على البشاميل يلزقوا، وكله كده يبقى سايح في بعض كده ويبقى حلو. بعد كده حطيت طبقه كده المكرونه خفيفه من فوق. وحطيت بقى عليها بقى من فوق البشاميل. عايزه اقول لكم ان انا ما كترتش البشاميل قوي من فوق. آه يعني ايه اكتشفت بقى بعد كده لا، قللي كميه المكرونه اللي تحت خالص، علشان لما تيجي تحطي بقى بشاميل تحطي بقى كميه حلوه من فوق، وتحطي بقى جبنه حلوه كده من فوق، علشان لو انت حابه بقى يديكي مطه ولا حاجه، ولو حابه تحبي البشاميل كتير من فوق يديكي كده طعم حلو كده ويبقى فيه كميه حلوه. انا هنا يعني الحاجه اللي انا اكتشفتها اني لا اقلل كميه المكرونه من تحت عشان يكفي معايا من فوق بشاميل، لان انا البشاميل من فوق اضطريت ان انا احط شويه صغيرين علشان خاطر ما يكبش معايا في الفرن. ورغم كده برضو بدا كده في كام طاجن كده بداوا يكبوا معايا، فقللي الطاجن شويه عشان تحطي بقى كميه بشاميل من فوق حلوه، ما تبقاش المكرونه باينه وكده. ورغم كده على فكره طلع حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم جربوا حكايه البيكنج باودر دي في البشاميل، هتتفاجئوا وهتلاقوا النتيجة حلوة جدا، خصوصا كمان لو بات ولا حاجة. بصوا انا عايزة اوريكم بس ان هو من جوه جوسي جدا 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 وناعم خالص يعني
البيكنج باودر ده بيخليه ناعم وحلو جدا جدا، كمان بيخلي الطعم بتاعه واضح جدا. يعني انا كل اللي اكل النهارده لا البشاميل رغم ان هو معمول بمرقه، لكن لا في طعم كده، الطعم بتاعه باين جدا كده وكل حاجه واضحه فيه. يعني مبين طعم اللحمه ومبين طعم المكرونه نفسها، طعمها باين، كل حاجه فيها الطعم باين قوي، يعني مخلي الطعم باين بزياده. فاهميني؟ بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، وفي مقطع كده هوريكم وانا باكل من جوه، بس ما حبيتش ان انا ابوظ المنظر الطاجن لو اكلت منه عشان هو طواجن صغيره. بصوا في الجبنه كده بتمط لما نيجي ناكلها، بس طبعا انا حاطه حته صغيره لان الجبنه طبعا كانت سايحه وساحت في الفريزر لما النور بيقطع، وبعد كده بتجمد في بعض فبتروح تلزق للاسف. فدي كانت المشكله معايا مع الجبنه. انت بقى لو حطيتي كميه حلوه كده، او حطيتي مثلا هي ومبشوره، او جمديها وبعد كده ابشريها، هتطلع معاكي حلوه. انا عملت كده في مره طلعت معايا جميله جدا. بصوا بقى في مقطع انا وباكل، عايزه اقول لكم من جوه جوسي وطعمه حلو جدا جدا. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، سيبكم بقى تتفرجوا براحتكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش لو اول مره تشوفوا الفيديو بتاعي تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. واستنوني في فيديوهات تانية كتير، واتمنى يا رب ان انتوا تكتبوا لي تعليق كده حلو كده زيكم، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.